الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب الأعزاء. في الدرس الأول من وحدة العقيدة الإسلامية، الدرس بعنوان الإيمان بأسماء الله وصفاته للصف الخامس الابتدائي. أهداف الدرس: ذكر أمثلة على الأسماء والصفات، يذكر المصدران اللذان نستدل منهما على أسماء الله وصفاته، يفرق بين الأدلة النقلية والأدلة العقلية، يبين حكم الإيمان بأسماء الله وصفاته، يستنتج آثار الإيمان بالله وصفاته على سلوك المؤمن، تعظيم أسماء الله وصفاته. نقرأ النصوص الآتية. قال تعالى: إنه هو الغفور الرحيم. وقال تعالى: إن الله سميع بصير. وقال تعالى: إن الله على كل شيء قدير. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. وقال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. طلاب الأعزاء، هذه آيات من القرآن الكريم ورد فيها بعض أسماء الله وصفاته. فالغفور والرحيم اسمان من أسماء الله. سميع وبصير هي صفات لله سبحانه وتعالى، وهي تتحدث عن صفة السمع والبصر. إن الله على كل شيء قدير، هذه الآية تتحدث عن صفة من صفات الله ألا وهي القدرة، وقدير اسم من أسماء الله. القادر اسم من أسماء الله. الأول والآخر والظاهر والباطن هذه أيضا أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى. وعليم صفة، وهي تتحدث عن صفة العلم. أيضا ورد لله سبحانه وتعالى أسماء وصفات في الأحاديث النبوية الشريفة. فهنا ورد لله صفة الرفق: إن الله رفيق يحب الرفق. وأيضا ورد صفة الجمال في الحديث الثاني. نستنتج من النصوص السابقة أن لله أسماء وصفات ثبتت بالقرآن والسنة. المصدران اللذان نستدل منهما على أسماء الله وصفاته هما القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. حكم الإيمان بأسماء الله وصفاته واجب. حكم من ينكر أسماء الله وصفاته كافر. الأدلة النقلية هي نصوص من القرآن والسنة الصحيحة. الأدلة العقلية هي ما توصل إليه العقل من قوانين ونظريات عن طريق الملاحظة والمشاهدة والاستنتاج والاستقراء. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أن صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات، لأن صفات الله كاملة لا يعتريها نقص. إذن عندما يأتي سؤال عزيز الطالب ويقول لنا: لماذا صفات الله لا تشبه صفات المخلوقات؟ لأن صفات الله كاملة لا يعتريها نقص. أحسنت. طب عندما يسألنا سؤال ويقول: نستدل على أسماء الله وصفاته من الأدلة العقلية، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ خاطئة. ممتاز، بارك الله فيك. إذن نستدل على أسماء الله وصفاته بالأدلة النقلية التي هي عبارة عن نصوص من القرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة. من أسماء الله عز وجل، وضح لنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم أن لله 99 اسما ورد ذكرها في القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة. إذن
ورد في حديث النبي أن لله 99 اسما، لكن هناك أسماء كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. معنى أحصاها أي آمن بها وحفظها متفكرا في مدلولاتها معتبرا بمعناها، وأن لله تعالى أسماء كثيرة أخرى لا نعلمها. نشاط عزيز الطالب، ارجع إلى الكتاب المدرسي صفحة 25 واستخرج أسماء الله تعالى من النص القرآني. عندك آيات من سورة الحشر استخرج منها أسماء الله تعالى على دفترك. من صفات الله تعالى صفة الوحدانية، وماذا نقصد بها؟ أن الله تعالى واحد أحد لا معبود سواه، قال تعالى: قل هو الله أحد. الإرادة والقدرة، الله تعالى يفعل ما يريد ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. جيم السمع والبصر، الله يسمع ويبصر كل شيء، ولكن سمعه وبصره ليس كأبصارنا، والله سمعه كامل وبصره كامل يرى كل شيء. الملك، الله سبحانه وتعالى يملك كل ما في الكون من المخلوقات ويتصرف فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى. فائدة: أعظم أسماء الله تعالى الله، والله لم يطلق على أحد إلا على الله سبحانه وتعالى. لماذا هو أعظم الأسماء؟ لأنه يدل على الذات الإلهية التي تجمع جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا، ويمكن الدعاء به أو بأي اسم آخر. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. عزيز الطالب، تعال بنا نرى آثار الإيمان بأسماء الله وصفاته. ألف: حب الله تعالى. ب: توثيق الصلة بالله والثناء عليه بأسمائه وصفاته. جيم: الطمأنينة والسكينة. د: تمثل بعض من صفات الله كالكرم والعطاء والعفو والحياء إلى آخره. ها: التواضع والتذلل لله تعالى ودعاؤه بأسمائه وصفاته مثل يا رحمن يا كريم. إذن عزيز الطالب، ما واجبنا تجاه أسماء الله وصفاته؟ 1. أن نؤمن بها. 2. نعدها ونحفظها. 3. نعمل بمدلولاتها وبمقتضياتها. 4. ندعو الله بأسمائه الحسنى. عزيز الطالب، قم بحل التقويم الختامي على دفترك وأرسله على صفحة الواتس الخاصة بمجموعتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا أن تحلوا بطاقة رقم 7.